السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده تعالوا جولة في غرفة بنتي. طلبتوها مني وفي حبايبي يعني سألوني انتي جايبة الأوضة منين والسراير بكام وكل حاجة بكام. فتعالوا كده ايه اعرض لكم الأوضة كده كاملة، وان شاء الله كده اقدر افيدكم على قد ذاكرتي يعني ما هتجيبني. لان طبعا الأوضة داخلة هي في كام شهر، بتبقى لها حوالي ممكن تكون قربت على السنة، تصدقوا مش فاكرة بالظبط. فادي كده الأوضة، ادي السراير، ادي كده. بحب احط غطا كده خفيف اهو. بصوا هنا بقى السرير من دول 120 سنتي، ده 120 ده 120. فالسراير ال 120 بتحسي ان انتي يعني الفرد اللي نايم فيه مرتاح. المتر برضو كويس وال 110 كويس، بس ال 120 سبحان الله يعني هو الفرق بيكون 10 سنتي بس، بتحسي ان انتي مرتاحة وانتي نايمة اكتر. فانا جايبه دول على انهم 120، طلعوا حوالي 115 لان المرتبه ال 120 ازيد سنه من السرير بس مش باينه يعني. فده كده شكل السراير، هما كده ده شكلهم من هنا اهو. ادي كده السراير. هنا بقى حاطه الترابيزه والكنبه دي مثلا لو هنقعد عليها، بقعد مثلا مع بنتي نتكلم مع بعض نكون بناكل حاجه. عايزه اقول لكم الترابيزه دي كنت حطاها في البلكونه وبعدين رجعت دخلتها تاني. بتنفع بقى قوي هنا، يعني هنا بصراحه نافعه جدا. فقلت خليها هنا كده علشان ايه، نستفيد منها. ممكن نحط عليها كوبايه، نحط عليها مثلا طبق بناكل فيه او كده، لان معظم الاوقات كل واحد يعني بيبقى مش جاي مع التاني، فاللي بياخد طبقه بيروح بقى على اوضته ياكله وخلاص. فده كده شكل الترابيزه وشكل الاوضه اهو. حاطه هنا اللمبادير ده علشان اللمبادير ده بيدي اضاءه حلوه قوي قوي بالليل ساعه النوم، ومش بحب الاوضه تبقى ضلمه قوي كده يعني على بنتي وهي نايمه. فحط لها طبعا الاباجوره اللي هي بين الكومودينات دي، بين قصدي السراير دي على الكومودينو، ولكن باظت مش عارفه فيها ايه، فبتبقى طافيه كل شويه تقيد وتطفي تقيد وتطفي. فقلت لا بدل ما تعمل ماس ولا حاجه، ففصلتها خالص لحد لما نشوفها فيها ايه. بس كده. ودي برضو الكنبه اهي، تمام. انا شايله السجاد علشان الجو بصراحه حر اليومين دول، فيعني يعتبر النهارده اليوم اللي الجو فتح فيه شويه هوا يعني. فشايله الكنبه، شايله قصدي السجاده، وسايبه الارض كده. كل شويه بقى نحط شويه ميه ونمسح كده باللي هي المساحه اللي هي الموب الملمعه دي. وبس كده. هنا بقى التسريحه بتاعتها عباره عن 3 ادراج كده، والبرواز بتاع المرايه المربع ده اهو، شايفينه طبعا. السراحة كبيرة يعني، بصوا قد ايه، تقريبا متر او متر و5 حاجة كده يعني، نقول متر. وبرضو البرواز بتاعها المفروض يتعلق، ولحد دلوقتي انا معلقتهوش. فهو ده شكلها كده اهي، عاطية كده شكل حلو للأوضة. لما لها بقى حاجات كتير تمام. وحاطة زي ما قلت لكم جنبها اللمبادير ده عشان الفيشة ايه قريبة. وادي كده الأوضة من بعيد، ده شكلها. الكومودينو كده فيه درجين حلوين بصراحة بياخدوا كتير. هي الأوضة دي ميزتها ان هي كلها منافع زي ما بنقول كده، فما شاء الله يعني واخدة حاجات كتير جدا جدا. وادي الدولاب بتاعها، دولاب كبير 2 متر، 5 ظرف، فكبير يعني ما شاء الله، واخد حاجات كتيرة. وده كان اهم حاجة عندي، ان انا عاوزة الدولاب يكون كبير. وهنا طبعا الديب فريزر لان هو ملوش مكان بره في المطبخ، فحطاه هنا لان انا مش كل يوم بفتح الديب فريزر، فسايباه هنا كده ايه. وبرضو يعني شكله مش وحش يعني متداري كده ايه، لان لو خدتوا بالكوا هنا في عمود كده اهو، هو داخل كده غاطس كده جوه العمود. بس يا حبايبي ادي كده الاوضه كلها على بعضها، يعني في فيديو سريع سريع اهو. قولوا لي رايكم فيها.
ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد.